السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتورة غادة الدويلة معكم. طبعا في دائما أحب أني أسولف معاكم قصص حدث من الواقع، وفعلا هذه القصص صارت حقيقية ترى. يعني أنا مو قاعدة أقول لكم أشياء خيالية. في واحد من المشاهير اليوم وأنا قاعدة أصفح بتليفوني لقيتها قاعد يرشح لي على دكتور كويتي، وأنصحكم وهو مسوي نحت بالخصر، فيرشح البنات والشباب إنه يروحون حق الدكتور هذا. أنا طبعا والنعم في الدكتور، وهو يمكن عن تجربته الدكتور شاطر، وأنا يعني واثقة إن الدكتور شاطر، وصح كلام الفنان أو الإعلامي اللي ذكر اسم الدكتور هذا. بس نصيحة يا بنات، يعني لا تصدقون بالذات السوشيال ميديا، في أشياء وايد تجارية يسوون إعلانات حقها في مقابل عملية ببلاش، مقابل مبلغ وقدره. فانتبهوا، سنة من السنين مو أي أحد ما أنسى هالموقف هذا. واحدة من عرضة الأزياء كانت مسوية نحت وشفط وما شاء الله ولا غلطة، مسوية جسمها صح عند دكتور، فذكرت اسمه إنه دكتور فلان، وأنصحكم يا بنات وروحوا عند هالدكتور وسووا عنده. مع الأسف إن صديقتي لما راحت حق الدكتور وسوت نفس العملية اللي هي سوتها توفت وفي نفس الدكتور. فمو أي أحد لما يرشح لكم أي دكتور على طول رحتوا له، روحوا حق دكتور ثاني ثالث، يمكن يمشي معاك هالشيء يمكن ما يمشي. دوروا بالكم يا بنات، مو أي أحد يرشح لكم أي عيادة ولا أي دكتور على طول رحتوا له. هالكلام حق البنات والشباب.